وبنرحب بضيفي دكتور عاصم فرج استاذ الامراض الجلديه، ده ميعادنا كل يوم اثنين. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك. هنتكلم في ايه النهارده؟ الانتي ايجينج. يعني ايه؟ مضادات التشيخ. يعني ازاي نعيش زي ما بيقول الاغاني وكده شباب على طول. ازاي بقى؟ ازاي في قريه في اليابان، بمناسبه اليابان، حلو. متوسط عمر الناس فيها محدش يتخض من الرقم اللي هقوله ده 90 سنه. يعني اللي ليه ما احنا ما كان عندنا اجدادنا كده زمان؟ لا انا اكتر من كده. وأكتر. متوسط الاعمار دلوقتي زاد جدا. فاحنا مش عايزين نعيش الا يعني في شباب على طول. يعني think young، والكلمه دي هنعملها لمده 3 حلقات معاكي. يعني التفكير بتاعنا مش عايزينه يعجز، عايزين نعيش شباب على طول. القريه اللي في اليابان دي قعدوا يدرسوا الجماعه الامريكان بياكلوا ايه وبيشربوا ايه ومبتعدين عن ايه، بحيث ما عندهمش ما شاء الله امراض. الراجل عنده 85 سنه لا يمكن حد يصدق. فاحنا عايزين في 3 حلقات قادمه هنتكلم ازاي نبعد عن طريقة ايه التفكير. وطريقه التفكير، لا وناكل ايه ونشرب ايه ونهتم بجلدنا ازاي، بحيث نعيش زي ما بقول لك كده شباب على طول زي كده. لا بجد. فالمهم شفت النظام وشفت الكراسي اللي بتتشال وبعدين بترجع تتحط تاني اثناء التوقيع على اتفاقات. الانتي ايجينج ده الانتي ايجينج فينومينا دي ظاهره في العالم كلها دلوقتي. نمره 1 عشان بس الناس تستفاد معايا، يجيبوا ورقه وقلم. نمره 1 سجاير الناس تنساها، يعني تنساها خالص. يعني ما فيش حاجه اسمها سجاير، ما فيش حاجه تدخين ولا ولا مش بس السجاير بقى، لسه حاجات كتير. ما هو السجاير وما شابه ولا اكتف ولا باسيف ولا تقعدوا في اوضه الناس بتشرب شيشه وكده. دي نمره 1. السلبي. نمره 2 ودي مهمه قوي، الابتعاد عن السكريات. اللي بيحرق اي ميكانيزم هنعمله من هنا ورايح السكريات. يبقى نمره 1 السجاير مش عايزين. نمرة 2 خطورة السجاير، لسه هقول حاجات بتتعمل. نمرة 3 التعرض للشمس غير محمي. واللي أهم من كده وكده كل الكلام ده هبقى أخدها بالتفصيل بعد كده. طيب. إنما نمرة كده يقول لك إيه الفلسفة دي think young. يعني إيه think young؟ مش يعني تبقى عيلة، لا think young إن أنت مخك يفضل يشتغل مع بنتك. يعني ما تتمليش من افكار بنتك، ما تتملوش من افكار الجيل الجديد. لا يعني الاستاذنا حسنين هيكل ما شاء الله لغايه اخر يوم قادر على الكتابه والتفكير. يعني انا اعتقد ده احسن مثال للانتي ايجينج حسنين هيكل طبعا لاخر يوم. فاحنا عايزين ازاي الكلام ده كمان ينعكس على وشنا، ازاي الكلام ده ينعكس على اسلوبنا في الكلام. لما واحد دلوقتي يقوم قايل كلمه قديمه يقولوا له ايه مزين يا ابني، زين ايه ده دلوقتي اسمه كوافير حلاق بتاع. يعني عايز اقول الانتي ايجينج اهم حاجه فيه نمره 1 ان الواحد طريقة التفكير. روحي مع بنتك الكافيه، روحي مع بنتك النادي، روحي مع بنتك البيوت صالون. ما تسيبوش اختك الصغيره، ما تسيبيهاش، ما تتمليش من البيهيفير بتاعها. انما غير السجاير اللي هتتمنع نمرة 1. نمرة 2 السكريات نوقفها خالص. هناخد ايه؟ في عندي وجبة من 5 حاجات كده هنزودها شوية. دي بتعمل ايه الوجبة دي؟ بتمنع التجاعيد. تخيلي الكلمة بتمنع التجاعيد. دي انا هقولها من امتى دي يا دكتور؟ بس كلمونا من العشرينات. كلمونا على التليفونات اللي ظاهرة على الشاشة. من العشرينات نبتدي فيها. من سن العشرينات. الطماطم الشيري توميتو دي بيقول لي 5 حبات في اليوم كفيلة. وانا متأكد من اللي انا هقوله ده انها هي والشاي الاخضر كفيلين ان انتوا ما تلاقوش اي تجاعيد. بقينا اتاخر 10 سنين التجاعيد، 15 سنه التجاعيد. يعني انا اللي عايز اقوله لا يمكن كان بي ديتكتد سنها كام، لا يمكن والله لما تعمل ايه الا من حتتين. لا من حتتين هقولهم لك اللي هي يعني السر هنقدر نعرفه. طب تعمل كل الاسرار طبعا. طبعا صح؟ والله ماشي عليها مواظب. طبعا لان اهم